كنت كنتسرف فيسبوك وهو يطلع لي هذا المنشور ديال هذا الكرغولي هذا اللي كيقول فيه بالحرف وين راهم اصحاب احنا اول مصدر في افريقيا يصدرون قوت شعبهم. زعما حنا كنصدروا المطيشه للعالم وحنايا ما لاقيينش من ناكلو من الخضر والفواكه، وحنايا المغاربه عارفين ان المطيشه عندنا كدير في هذا الوقت هذا في ظرف الغلاء كدير 3 دراهم فقط، وهما كيشدوا الصف عليها باش يشريوها، مع انهم زعما كيقولوا انهم تانيين في افريقيا في تصدير الطماطم. وحنا ما خاسرين والو سيدي، غنمشيو معاك على قد عقلك وغنديروا البحث ديالنا في الانترنت. وكما شفتوا درت بحث بالانجليزيه على اكبر مصدر للطماطم في العالم بالانجليزيه باش يعطيونا المنشورات اللي نشرينها العالم، ماشي اللي نشرينها المغاربه، باش نتاكدوا واش داكشي اللي كيقولوا لنا في الاخبار حنايا المغاربه هو داكشي اللي كيكتبوا في العالم. كما كتشوفوا وفقا للصحيفه الالكترونيه الاسبانيه هورتو انفو كتبان ان المغرب تجاوز اسبانيا في سنه 2022 في تصدير الطماطم، وكما كتشوفوا من بعد هولندا والمكسيك. دابا غنشوفوا موقع اخر اللي اسم ديالو تي افريكا اللي كاتب حتى هو مقال على ان المغرب تجاوز اسبانيا وايران ولا الثالث في تصدير الطماطم في العالم بقيمه 1.1 مليار دولار. 1.1 مليار دولار، 747 ألف طن في السنة. وهذا موقع آخر غندخلوا حتى هو ونقراو شنو كتبوا على هذا الموضوع هذا. كما كتشوفوا المغرب كيحتل المرتبة الثالثة في تصدير الطماطم، وهنا كما كتشوفوا في هذا المبيان هذا كيعطيونا النمو اللي عرفوا انتاج ديال الطماطم في المغرب. وهذا كما كتشوفوا ابحاث وحده اخرين دايرينهم بعض الصحافات اخرين وكيهضروا على الانتاج ديال الطماطم في افريقيا، باش تعرفوا ان هاد الكراغله هما فقط كيكذبوا وكيضحكوا على الشعب ديالهم وكيبيعوا الوهم، وهم مورا وهم مورا وهم مورا وهم.